جميعا على حضوركم النهارده للاحتفال. أنا بقول الاحتفال بتعيين الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن لمنتخب مصر. المنتخب بتاعنا منتخب مصري، شعب كله في الفترة اللي فاتت تأثر كثير بخروج المنتخب من بطولة أفريقيا، وكان الاتجاه كله في الفترة اللي فاتت لمدير فني مصري وطني يقود المرحلة القادمة. مجلس الإدارة اللي أنا بشكره واتشرف بأن أنا وجودي مع مجلس إدارة محترم، تم اختيار الكابتن حسام حسن لتولي مسؤولية المنتخب المصري في الفترة القادمة، واحنا كلنا ثقة زينا الشعب المصري جميعا ان كابتن حسام حسن هيحقق المراد للشعب المصري ان شاء الله في الفترة القادمة. اسمحوا لي اقدم كابتن حسام حسن المدير الفني، كابتن ابراهيم حسن مدير المنتخب، كابتن طارق سليمان مدرب عام، كابتن محمد عبد الواحد مدرب مساعد، كابتن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى. طبعا ده الجهاز الفني، والجهاز الاداري اضاف عليه الجهاز الاداري الموجود في الاتحاد المصري لكرة القدم، ضم حاليا دلوقتي الاستاذ وليد بدر. الفترة القادمة احنا محتاجين تكاتف الجميع، الإعلام قبل الاتحاد المصري لكرة القدم. الاتحاد المصري هيوفر كل حاجة بزيادة كما الفترة اللي جاية للكابتن حسام حسن، ولكن دعم الإعلام المصري في الفترة اللي جاية مطلوب، لأن المنتخب بدون إعلام وبدون جماهير احنا ناقصنا حاجات كتيرة جدا. ان شاء الله يكون الحضور الجماهيري بناء عن دعم الاعلام في الفتره اللي جايه. انا بشكركم مره ثانيه للحضور، وان شاء الله باذن الله نتمنى للكابتن حسام حسن التوفيق ان شاء الله، ويوصلنا افريقيا اللي جايه 2025 وكاس العالم ان شاء الله 2026. بشكركم، كل سنه وانتم طيبين.